لماذا لا تنشر قوات الدفاع الشعبي هبجة حاصلة معاركها في باكور كردستان؟ أدلت هبجة ببيان كشفت فيه حصيلة معاركها لعام، لكن الحصيلة كانت فقط لمعاركها وحروبها على أراضي إقليم كردستان، لأنه لا يوجد قتال في باكور كردستان حتى تكون هناك حصيلة له. فقد انحصرت ساحة معاركها على أراضي إقليم كردستان وحدها، فإقليم كردستان لم يتحول أمس لساحة حرب مفتوحة بين البكك ودولة تركيا، بل هو قربان لهذه الحرب العبثية منذ منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، وبالأخص منذ عام 92 تزامنا مع تأسيس برلمان كردستان. انتقل القتال بين البكك والدولة تركيا المحتلة إلى أراضي إقليم كردستان عمدا. لغاية اليوم تم إخلاء أكثر من 800 قرية في الإقليم نتيجة المعارك وصراعات البكك، وغير العديد من القرى يقصدها القرويون صيفا ويخلونها في الشتاء، أو يذهبون إليها نهارا ويعودون للمدن ليلا. من بينها 500 قرية تم إخلاؤها في التسعينيات. لم يعد بإمكان أهالي إقليم كردستان التوجه لقراهم أو تربية مواشيهم لعقود. تحولت حقولها الخضراء لأراضي قاحلة. انتشرت البطالة بين الشباب. المواقع الأثرية التي كان من المفترض أن تصبح مراكز سياحية أصبحت ساحة لمعارك البكك العبثية. تجردت القرى والمناطق الجبلية من مظاهر الحياة، ولطالما استخدم إقليم كردستان كساحة حرب بين الجيش التركي والبكك، فلن يسمع صوت الرصاص أبدا في تركيا وباكور كردستان. بعد حرب البكك المسماة بحرب الخنادق حل الدمار بمدن باكور كردستان. توقف القتال شيئا فشيئا هناك، والآن لم يبقى أي تواجد لمقاتلي الجريلا في جبال باكور كردستان. أصبحت جبال باكور كردستان كجيلو، شارجلا، غابار، جودي، بستا، هراكول وكاتو وجهات سياحية تقام المهرجانات هنا وهناك، تنظم الرحلات السياحية إليها، أصبحت مراكز الرياضات المائية والسباحة. ولكن عندما يبتعد سكان شلات زيوديرالوك خطوتين عن المدينة يعيشون خوف انفجار الألغام ورعب الغارات الجوية واعتداءات البكك. فالحرب المدمرة تدور رحاها في إقليم كردستان، فالبكك تتحدث عن انتصاراتها الوهمية كل عام، أما الدولة التركية فتبني قواعدها في المنطقة كل عام. فيا ترى ما هي الانتصارات التي تتحدث عنها البكك؟ أصبحت جحور الفيران أقبية لها. عام 18 أطلقت الدولة التركية عملية حاسمة على خط شمزينان خواكورد، على إثرها تمركزت في عموم مرتفعات وقمم جبال زاغروس. عام 19 وسعت الدولة التركية احتلالها ليشمل منطقة برادوس ابتداء من خواكورد وادي خنيرة ووصولا إلى جبل شكيف. عام 20 أطلقت عملية مخلب النمر. لم تبدي البكك أي مقاومة إطلاقا. قامت بتسليم قمم الجبال الشامخة والاستراتيجية مثل قمة خانتور لتركيا. سقطت وديان مثل وادي بحشدم ووادي بصاغة وبيربلا وكشاني تحت سيطرة الأتراك المحتلين. ونتيجة حرب البكك أصبحت موطن الآباء والأجداد أماكن مهجورة ومنسية. خلال العملية التي أطلقت عام 21 على خط ماتينا، قشورة وآفاشين، استولت الدولة التركية على العديد من الأماكن مثل قلعة قمري وقمة كيستا ووادي باسيان دون مقاومة تذكر. تحولت قرى عشيرة قولي وبرور لساحة صراع مدمر. تخلى أهالي المنطقة عن حقولهم ومزارعهم. أحرقت الغابات والمناحل والمراعي. استهدفت العملية العسكرية المخلب القفل والتي انطلقت في نيسان 22 الجغرافية الغنية والفاتنة والوديان الوعرة والعميقة لمنطقة نيروي الريكان. احتلت الدولة التركية من خط الجبل الأسود وسيريسينيا والتي تطلق عليها البكك تسمية شكفت بريندارا ووصولا لقمة كوراشار، تلك المنطقة التي حرمتها البكك على أصحابها طيلة عقود وسنوات، لكنها فرت منها هاربة تاركة لها للأتراك بين عشية وضحاها. مر عام على هذه العملية. نشرت البكك مؤخرا حاصلة معاركها خلال هذه العملية. حسب البيان فقد 259 مقاتلا في رفوف الجريلا أرواحهم، بينما لقي 2833 جنديا تركيا حتفهم. لكن الجميع يعلم أن البكك لم تقتل هذا العدد من عساكر الأتراك. الكل يعلم أن إطلاق بعض القاذفات من مسافات بعيدة لا تخلف وراءها هذه الأعداد المبالغة فيها من القتلى. لكن جوهر الموضوع أنه كان ينبغي على البكك أن تخرج من بين هذه التلال
بعد إهداء هذه الجغرافيا لدولة تركيا خلال سويعات، والاعتراف أننا سلمنا المناطق الخاضعة لسيطرتنا منذ 84 للجيوش الأتراك خلال ساعات ودون أي مقاومة. فالحصيلة الحقيقية للحرب ليست بأعداد القتلى، بل الإحصائية الحقيقية لها هي لمن له الغلبة والسيطرة على الأرض والجغرافيا. فالمنطقة المسماة بمناطق الدفاع المشروع فرسمي ميديا، والتي أعلنتها الباكيك منذ عام 2003، أصبحت الآن تحت سيطرة الدولة التركية. أعلنت الباكيك هدنة وقف إطلاق النار عقب زلزال الثاني من شباط، لكن الحقيقة أن الباكيك لم تكن تحارب أصلا حتى تطلق أي هدنات. جبل جابار، والذي كان مركز حرب للباكيك في التسعينيات، أصبح الآن مركزا سياحيا ووجهة لمتسلقي الجبال. يقصد السياح بشكل يومي جبل جابار وجودي. جابار لم يعد ساحة للجريلة، ولكن في إقليم كردستان لا يتمكن المواطنون من الذهاب لقراهم لجمع الأعشاب. فقبل فترة أصبح مواطنان من شيلادزي هدفا للمقاتلات الحربية على سفح جبل شيرين. على سبيل المثال، كانت جبال شارجالاجيلو في جولاميرك معسكرات وقواعد للباكيكا، واليوم تقام المهرجانات الشتوية في معسكرات الباكيكا الغابرة. أصبحت جنة التزحلق على ألواح الثلج، بينما مواطنو إقليم كردستان لا يستطيعون التنزه في جارة في سفرة ثلجية. يقصد وفود السياح وادي جهنم بقرية هاسبست كل يوم يزورون المغارات والكهوف، لكن لا يستطيع مواطن النرويج منذ 30 عاما من زيارة مراقد الآباء والأجداد في سهل شيفي. فالباكيكا لم تكن تسمح لهم بالتوجه لديارهم حتى في أوقات السلم. في جوهره يمكننا قول شيئين: الباكيكا والأتراك نقلوا الحرب إلى إقليم كردستان عن قصد وعمدا، وأن كلا الطرفين سعيدان بهذا الوضع. والثاني هو أن إقليم كردستان الذي يمتد من حفتن إلى برادوس ظل محتلا من قبل الباكيكا طيلة 30 عاما مضت، لكن الآن تغيرت أدوار الغزاة، فقامت الباكيكا بتسليم هذه المناطق للجيش التركي، والآن تقع المهمة على عاتق شعب كردستان. ينبغي على أهالي مناطق سندي وغولي وبرواري بالا ونير والريكان ونهيري الوقوف بوجه الباكيكا ومطالبتها بمغادرة أراضيهم.